صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هبتدي الفيديو النهاردة بالمنظفات اللي أنا جبتها. أنا بحب أوفر في المنظفات، يعني ما بجيبش بصراحة الحاجات اللي بقت غالية قوي دي. أنا بجيب كلور سايب بس من عند حد مضمون. الأبيض ده كلور سايب، ممكن تجيبيه خام أو عادي. الخام بصراحة بيحرق في الإيد وبيبوظ الدنيا، أنا بجيبه النوع العادي. والأزرق ده كلوروكس ألوان، حلو جدا جدا وبينضف وبيدي كمان ريحة حلوة. والموف ده دوني، بيدي ريحة حلوة جدا للملابس، لتعصير اي حاجة. وكمان بجيب كيس ديتول كل ما اجي اشتري منظفات. هعمله معاكم واوريكم دلوقتي بعمله ازاي. وجبت ازازة فل دي للمواعين. انا بصراحة بستخدم فيبا، بس ما لقيتش المرة دي عند الراجل، فجبت فل ده وقلت اجربه. هو تقيل وحلو بس بصراحة فيبا عجبني اكتر. وبجيب برستيل جل للهدوم. انا بالنسبه لي بيوفر معايا اكتر من المسحوق. جربي مش هتخسري. انا بتهيألي ان هو بيوفر اكتر من المسحوق بكتير، وبيفضل معايا فتره كويسه. وطبعا ليف المواعين ده لازم يكون عندنا متوفر، عشان الليفه لو اتبهدلت او يعني على الاقل كل اسبوع بتغيريها. بحب بقى افضي المنظفات بتاعتي في جراكن البرسيل دي، ما برميهاش بعد ما البرسيل الجل بيخلص، بحتفظ بيها وبفضي فيها المنظفات بتاعتي. سهلة كده في كل حاجة، سهلة في مكانها وسهلة في استخدامها. بيبقى فيها كده الكوباية المعيارية بتاعتها دي، فمش هتعرفي بقى تهدري ولا تنزلي بكميات. لا، هتنزلي بس كوباية على قد الحاجة اللي انت بتعمليها، فكده هتعرفي توفري جدا في حاجتك. وهنا كمان جيزة زيتون اهو، كانت البخاخة دي خلصت عندي، حطيته فيها وكملتها مية، يعني 3/4 بس الازازة مية. وبرجها كده وبمسح بيها بقى كل حاجة. دي كده المنظفات بتاعتي اللي انا على طول بستخدمها وبجيبها معايا البيت. بس للأمانة اوقات كتير بجيب كلوروكس الوان، اللي هو الكياس، اللي هو الكيس دلوقتي بقى ب9 جنيه تقريبا او ب8 جنيه. بجيب واحد ابيض واحد الوان علشان الهدوم. عشان الحاجات دي انا بس بستخدمها للنظافة، يعني اسيق بيها، اغسل بيها السجاد، اعمل بيها الحاجات دي. لكن للهدوم لازم اجيب الحاجات دي عشان بس ايه ما تبوظش الهدوم بتاعتي. وهنا بقى ادي طول، جبت بقى كده ايه اي حاجة بستخدمها في اليوم بتاعي، في المطبخ او بره المطبخ او اي حاجة. بحب كده ايه ان انا يعني طقم البهارات، طقم السكر والشاي والقهوة والحاجات دي. ببخ كده عليها وبمسحها فوطة نظيفة بحيث ان هي تفضل تلمع كده، وكمان الرخامات بحيث ان هي تفضل تلمع كده، وبيدي لمعة حلوة قوي، بيدي ريحة حلوة قوي للمكان. انا بحب اللي هو بريحة اللافندر ده، عشان بصراحة بيدي ريحة حلوة جدا للمكان. بس كده، وهنعمل بقى غدانا النهارده كده مع بعض. عملت بس رز صيادية وكنا بقى جايبين سمك من السوق، يعني مش عاملاه في البيت ولا حاجة، انا شوياه وعاملاه سنجاري. رز صيادية. هنا بجيب كده البصلة وبحمرها جامد على النار، بخليها بني غامق كده. وبعدين بحط عليها المية، ما بحطش عليها الرز، لا بحط عليها المية وبحط عليها البهارات بتاعته. وبخلي البصلة كده تغلي في المية وايه، وبحط ملح وفلفل اسمر وكمون، واسيبها تغلي كده في المية لغاية ما المية يبقى لونها بني. عايزة تصفي البصلة بعد كده وتستخدمي المية بس مفيش مشكلة، بس انا بحب طعم البصلة في الرز. وعملت بقى سلطة، وبحب قوي سلطة السمك، ابقى مقطعة فيها بصل. وعشان كده حتة طعم البصل كده بيبقى فيه حدة كده جامدة. بعصر عليه الأول ليمون وبسيبه كده شوية، وبعدين بقى بحط بقية الطماطم والجزر والبنجر والحاجات دي عليه. بس وده كان غدانا النهاردة، اتفضلوا معانا. أكلة كده سهلة وخفيفة، وما عملتش حاجة غير الرز بس. فلازم بقى عشان أكلة سهلة وخفيفة يبقى بقى ايه المواعين. نخش بقى عليها كده ونسمي الله ونصلي على رسول الله، وايه ونبتدي بقى نعمل ايه المواعين بتاعتنا. انا بحب الازازه اللي بحط فيها الصابون، اخلي نصها صابون والنص التاني ربع ميه وربع خل. الخل بيدي لمعه وبيعقم بيعمل بصراحه جميل جدا جدا الخل في ان انتي تنضفي بيه. بس كده تمام، بيخلي بقى المواعين كده بتبرق وكمان بسمع ان هو مهما تنضفي المواعين بتاعتك من الصابون، برضو بيبقى مترسب عليها صابون. ف يعني ايه، مع التكرار الصابون ده لا قدر الله لا قدر الله، ربنا يعافيكم ويعافينا يا رب، يجيب امراض وحشة. فاللي بيشيل بقى المادة دي هو الخل.
فانتي لازم اي صابون بتستخدميه تحطي معاه خل، حفاظا بس كده ايه على صحتك وصحة اولادك. ربنا يا رب يعافينا يا رب دايما يا رب، ويدخل عليكم الصحة والعافية يا رب على طول. بس بقى كنت خلاص خلصت المواعين. انا بقى بحب كده افرش فوطة على جنب واصفي المواعين عليها، ما بحبش احطها على طول مكانها، لا انا بصفي المواعين كلها حتى المعالق والسكاكين وكل حاجة بصفيها على جنب، وبعدين بعد ما بتصفى خالص من المية برجع كل حاجة مكانها. ومسكت بقى الرخامة بقى غسلتها كده غسلة حلوة، والخلاط والحيطة والحاجات دي كلها غسلتها كده غسلة حلوة. كان هنا البوتاجاز بتاعي ما كانش فيه اي حاجة، كان الحمد لله نظيف وزي الفل. بس قلت برضو ايه، طول ما ايدك كده في الحاجة وانتي ماشية ايدك في الحاجة مش هتبوظ مش هتتلف، مفيش دهون هتتراكم عليها، وهتبقى ايه نظيفة كده دايما معاكي. كده المطبخ هو زي الفل الحمد لله، والمواعين كمان نتفت وبقت جميلة جدا، والمطبخ كده بقى الحمد لله كله تمام وريحته حلوة. قلت بقى ايه، كان عندي كده جوافة كانت خلاص بقى هتبوظ، قلت لا يلا ايه اعملها عصير. انا بحب اعمل عصير الجوافة بالبذر، ما بحبش ان انا اشيل البذر، لا بحس ان الجوافة بالبذر بتاعها بيتقلها كده وبيخلي ايه سمكها حلو يعني. بحب بقى احط مع العصير الجوافة فانيليا، كيس فانيليا، وبحب قوي قوي احط عليها معلقه لبن بودره، بس كان لبن البودره عندي خلص فما حطيتش، بس لبن البودره لو حطيتيه عليها هتحسي ان العصير بيوديكي في حته تانية خالص. وكمان لو عندك عسل بحليها بالعسل بيبقى افيد يعني. وبس. وبحب بقى ايه اعصر نص ليمونه كده علشان الجوافه احنا عارفين ان هي بتسمر، فنص الليمونه دي ايه مش هيخليها تسمر ولا حاجه، وفايده برضو بتديكي برضو ايه فايده. بس كده تمام بقى هقعد اشرب كده كوبايه الجوافه بتاعتي. بس انا من نوع اليوم اللي باكل فيه سمك لازم اكل حلويات اليوم ده، يعني بيبقى كده نفسي اكل حاجه مسكره بعد السمك او بعد اي اكل عامه، معرفش ليه الموضوع ده بقى فيا يعني فيا على طول. بس بعد السمك عامه بحب قوي اكل كيكه، اكل بسكوت، اكل اي حاجه مسكره. فقلت بقى ايه لا هقوم ايه اعمل كيكه. الكيكه دي مقدرها مظبوطه جدا، امشي معايا كده في نفس المقادير هتعجبك جدا. هنا بقى مقاديرنا ايه، لما تبتدي كده في عمايل الحاجه حطي كل المقادير قدامك في الاول بحيث ان انتي ما تنسيش اي حاجه. تقولي مثلا نسيت الملح، لا نسيت الفانيليا، لا نسيت، لا انتي كده خططي كده في مخك ودبريها وحضري كل حاجه وخليها قدامك، وبعدين واحده واحده ابتدي. احنا هنعمل كله انا هعمل كله بالكوبايه دي. الكوبايه دي بقى او دي، المهم تعملي الكيكه كلها بكوبايه واحده، يعني مش كوبايه واحده، يعني المهم ان هي تكون في الحجم ده. الطقم بتاعك لازم تاخدي منه الكوبايه دي. تمام كده انا خدت معلقتين ايه كوبايتين من الدقيق ونخلتهم طبعا، وكيس بيكنج باودر ونخلته، واحط كمان ذره من الملح. خدي الطريقه دي هتعجبك وهتمشي بيها هتطلع معاكي مظبوطه جدا ان شاء الله، انا دايما معتمداها عندي وما شاء الله الكيكه بتطلع حلوه. وتقلبي بقى ايه المكونات كده كلها مع بعض الجافه دي عشان البيكنج باودر ما يتكومش في حته ويسيب حته وتقوم الكيكه عاليه من حته وحته، لا. انا هنا كنت طلعت كل من المقادير بتاعتي قبل يعني البيض والفانيليا والحاجات اللي بتحط في التلاجة طلعتها قبلها بشوية، بس نسيت اطلع دقيق. فانا هنا سخنت اللبن عشان الكيكة لما تكون الحاجة كلها بدرجة حرارة الغرفة برضو بتساعدها ان هي تترفع في الفرن كده وتبقى حلو. حطيت بقى ايه هنا، حطيت كوباية سكر ومعاهم 3 بيضات ومعاهم كيس فانيليا، وهقلبهم بقى كويس جدا جدا مع بعض. اقلبهم كده لغايه ما احس ان لون البيض فتح شويه بقى ابيض شويه. ومعانا بقى ايه نص كوبايه زيت على سمنه. انا بحب في الكيكه اعمل زيت على سمنه، معلقه السمنه دي بتديها طراوه وبتديها طعم حلو جدا. خلاص كده تمام، هبتدي بقى ان انا انزلهم معايا كمان كوبايه من اللبن. يبقى مقادير الكيكه وكمان معلقه خل عشان ما انساش اقول لكم عليها، معلقه الخل دي بتخلي كده لونها فاتح وحلو. يبقى مقادير الكيكه كوبايتين دقيق، كيس بيكنج باودر، ذرة ملح، 3 بيضات،
نص كوباية زيت او زيت على سمنة او زبدة او سمنة، بس زي ما تحبي، بس يعني ايه، انا بحب قوي الزيت على سمنة مع بعض. تمام كده، وكوباية سكر. بس كده تمام. هخلط بقى كده كل المكونات كده مع بعضها كويس جدا بالمضرب بقى، بمعلقة، بأي حاجة عندك، المهم ايه ما يكونش فيها كتل ولا اي حاجة. هو ده السمك اللي احنا عايزينه. بس كده هجيب بقى حاجة تانية هقسمها بالنص، عشان انا عايزة اعملها نص شوكولاتة ونص بالفانيليا. فالشوية بقى اللي انا قسمتهم دول هحط عليهم معلقتين من الكاكاو الخام اللي من غير سكر. احسن حاجة الكاكاو الخام ده بيتباع سايب عند العطار. بتجيبيه، بصراحة حلو جدا. لازم كده يبقى معاكي في حلوياتك، هو احسن بكتير من اللي هو بسكر، بيدي طعم احلى يعني. تمام كده، حضرت بقى الصينيتين بتوعي. انا هنا قلبتهم كده كويس مع بعض. لو انتي لاقيه ان هم تقال قوي معاكي، بيزوديهم معلقه سمنه، هيسيب معاكي وهيبقى حلو اللي احنا حطينا عليها كاكاو. بس بقى ابتديت بقى، جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها زيت، وحطيت من تحت كاكاو. ممكن تحطي كاكاو او دقيق زي ما تحبي، بحيث ان ايه دي الكيكه ما تلزقش في الصينيه. انا حطيت كاكاو. تمام. هبتدي بقى ايه، ان انا انزل واحده واحده، يعني شويه من الشوكولاته وشويه من الفانيليا، شويه من الشوكولاته وشويه من الفانيليا، وهكذا لغايه ما نخلص كل كميه اللي معانا. هنكون طبعا في الوقت ده مسخنين الفرن، يعني قبل ما تبتدي خالص في الكيكه. خلاص هتبتدي اهو، قومي جايه الاول ايه مشغله الفرن، بحيث ان هو ياخد الحراره اللي انت ايه، اللي محتاجها للكيكه. طب انا عندي هنا صينيه خفيفه وصينيه تقيله. الصينيه اللي هي في النص دي تقيله، والصينيه المطوله دي خفيفه شويه. فجبت صينيه قلبتها على وشها وحطيت عليها الصينيه الخفيفه بتاعتي، وسبت الصينيه التقيله مكانها كده ايه في مكانها عادي. عشان لو حطيت الاتنين مع بعض انا ما ينفعش افتح عليها في النص، فممكن الخفيفه دي كانت ايه تتلسع مني. فلا، هي كده ايه بقت حلوه جدا اهو. اهي بقى طلعت، بصوا بقى شكلها حلو ازاي. هي من تحت غامقه شويه، مش ملسوعه، لا ده هي غامقه علشان انا رشيت كاكاو، ما رشيتش دقيق. اهو بصوا كانت طريه بجد، كانت جميله جدا. التصوير على فكره ظالمها، انا مش عارفه ليه التصوير عندي بيبقى غامق شويه، بس هي بصوا باينه اهي، وطريه، وكانت بجد طعمها حلو قوي. جربيها بالمقادير دي. هكتب لك ان شاء الله المقادير عشان تاخديها شوت سكرين او تخليها عندك. بجد طريقتها حلوة وان شاء الله تعجبك جدا. عايزة بقى تاخدي المقادير كلها تحطيها في صينية واحدة، يعني زي ما تحبي. انا حبيت بس ايه كده تكون ايه شكلها مختلف كده وحلوة، يعني عشان ايه الفت نظر عيالي ليها وتاكلها وكده. بصوا هنا لما كنت بقرب الكاميرا كان بيبان ان هو الالوان اكتر، بس هي الكاميرا ظلمها مطلعها غامقة، لكن هي والله في الحقيقة افتح من كده. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. بتمنى يكون عجبك وشجعك وفادك، ولو إفادة بسيطة يا ريت ما تنسينيش بدعوة حلوة منك في التعليقات، ولكن بالمثل وزيادة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. أسيبكم في رعاية الرحمن. مع السلامة.